الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أصدق القائلين وأعدل العادلين وأكرم الأكرمين، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يا واحدا في ملكه أنت الأحد، ولقد علمت بأنك الفرد الصمد، لا أنت مولود ولست بوالد، كلا ولا لك في الورى كفوا أحد. وأشهد أن نبينا ومعلمنا وقائدنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد جميعا أنه بلغ رسالة ربه على خير وجه، وأدى الأمانة بغير نقصان، وكشف الله به الغمة، وتركنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين. صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، تشرف الأمم بقراءة سيرة روادها، وتولع الشعوب بالنظر في عبر زعمائها، وتنهال الأجيال على اقتداء بأبطالها. وهؤلاء الزعماء والقادة والرواد يختلفون ويتفاوتون في زعامتهم وقيادتهم. وعندنا نحن المسلمين قائد لا كالقادة، وزعيم لا كالزعماء، ورجل لا كالرجال، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأنقذ به العالمين من الضلال، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. خفقت بعظمته الدنيا بأسرها، وشهدت بريادته الأجيال كلها، وخضعت لزعامته الصفوف، واجتمعت على حبه القلوب. ذلكم يا عباد الله هو محمد بن عبد الله، النبي المجتبى والرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكم تحتاج الأمة وهي تعيش أزماتها القاسية وتتقلب في محنها الشديدة أن تعود إلى سيرته صلى الله عليه وسلم، لتستفيد منها في مسيرتها ودعوتها وصبرها وثباتها. أيها المسلمون، بعد صلح الحديبية تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لدعوته، فبعث الرسل إلى الملوك والولاة في شمال الجزيرة وغربها وجنوبها وشرقها، يدعوهم إلى الإسلام لله رب العالمين لا شريك له، وترك العباد الذين تحت أيديهم ليسلموا لله ويتبعوا رسوله ويخرجوا من الظلمات إلى النور. وكان من بين هؤلاء الرسل الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه، الذي بعثه المصطفى صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى هرقل الروم بالشام، وخرج الحارث بالرسالة. فلما نزل مؤتة في شمال الجزيرة العربية، عرض له عامل قيصر على الشمال شرحبيل بن عمر الغساني، فأوثقه وضرب عنقه ليموت شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابه هم عظيم لقتل رسوله، إذ كان الحارث رضي الله عنه الرسول الوحيد من بين رسله الذين تعرض للقتل والأذى، وكانت الرسل لا تقتل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجمع المسلمين وأخبرهم الخبر، ثم جهز جيشا قوامه 3000 مقاتل لغزو مؤتة، انتصارا لهذا الصحابي الجليل الذي قتل ظلما. ولما تجهز الجيش وعزم على الرحيل،
قام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وعقد لهم لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة رضي الله عنه وأمره عليهم كما روى البخاري في المغازي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس. وأوصاهم صلى الله عليه وسلم أن يأتوا مكان مقتل الحارث بن عمير وأن يدعوا من هنالك إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا استعانوا عليهم بالله سبحانه وتعالى وقاتلوهم. ثم قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: اغزوا بسم الله، في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعه ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء. رواه الترمذي ومالك في الموطأ. هذه هي أخلاق المسلمين عند الحرب. من أبرز تعاليم الحروب في الإسلام أخلاق في الحرب وأخلاق في السلم: لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعه ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء. بلغة العصر: لا تهدموا المستشفيات ولا تقصفوا مكان إيواء اللاجئين ولا تقتلوا الأبناء ولا تقتلوا النساء ولا تقتلوا الشيوخ ولا تقتلوا الشبان، فإن القتال في الإسلام إنما شرع لنصرة المستضعفين والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة لا إلى الاعتداء. فتجهز الناس ثم تهيأوا للخروج وهم 3000. فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم. فلما ودع عبد الله بن رواحة من ودع من أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى، فقالوا: ما يبكيك يا ابن الرواحة؟ فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله عز وجل يذكر فيها النار: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. فقال المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فقال عبد الله بن رواحة: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرق تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشدا. قال ابن إسحاق رحمه الله: ثم إن القوم تهيأوا للخروج، فأتى عبد الله بن رواحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فودعه، ثم قال: فثبت الله ما آتاك من حسن، تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا، إني تفرست فيك الخير نافلة، الله يعلم أني ثابت البصر، أنت النبي ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد أزرى به القدر. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنت فثبتك الله يا ابن الرواحة. وخرج الجيش من المدينة، قيل في جماد الأولى وقيل في الثانية وقيل غير ذلك. وخرج معهم المصطفى صلى الله عليه وسلم في مجموعة من أصحابه رضي الله عنهم مشيعا لهم حتى بلغ ثنية الوداع، ثم ودعهم والدموع تفيض من عينيه صلى الله عليه وسلم ومن عيون أمرائه 3 رضي الله عنهم وأرضاهم. وتحرك الجيش الإسلامي إلى الشمال حتى نزل معانا من أرض الشام، فبلغتهم الأخبار بأن هرقل ملك الروم قد نزل أرض البلقاء في 100,000 من الروم، وانضم من نصارى العرب لخم وجذام وبلقين ب100,000 أخرى يقودهم مالك بن زالفة النصراني. فلما علموا بذلك أصابه من الغم والحزن ما الله به عليم. ولكم أن تتصوروا الموقف: 3,000 يقفون مقابل 200,000 من الروم وأعوانهم، أكبر قوة على وجه الأرض آنذاك. اجتمع المسلمون
وتشاوروا في أمرهم، وأقاموا في معانا ليلتين يفكرون في الأمر، ثم قالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخبره بعدد عدونا وما أعدوا لنا، فإما أن يمددنا من عنده وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. فقال عبد الله بن رواحة يشيع الناس: أيها الناس، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تنظرون، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فتشجع المسلمون ومضوا لقتال عدوهم في سبيل الله حتى نزلوا مؤتة بأرض الشام، وكان الروم قد نزلوا قرية مجاورة لمؤتة يقال لها مشارف. واقترب الفريقان والتقى الجمعان وبدأت المعركة، واعتصم المسلمون بالله الواحد الأحد الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وطلبوا المدد والنصر من القوي العزيز سبحانه الذي ينصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. معركة عجيبة غريبة في دنيا الواقع، تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة، حيث يقف 3000 مسلم أمام 200,000 من الرومان وأحلافهم يتقاتلون، تستغربها موازين البشر وتعجز عن إدراكها عقولهم وأفئدتهم، ولكن لا عجب، فإذا كان الله عز جلاله مالك الملك ورب الأرباب مع المسلمين فمن يهزمهم؟ وممن يخافون والناصر هو الله. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. أخذ الراية زيد بن حارثة أول الأمراء الثلاثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه، فقاتل قتالا مريرا، وقدم من ضروب البسالة والشجاعة ما يعجز عنه الوصف، وبينما هو كذلك أصابه رمح من رماح الأعداء فخر شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. فتقدم جعفر بن أبي طالب واستلم الراية ودافع عنها كدفاع صاحبه وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها ضرارها. فلما اشتد القتال نزل جعفر رضي الله عنه عن فرس له شراء فعقرها، ثم تقدم يقاتل فقطعت يده اليمنى، فاستلم الراية بيده اليسرى فقطعت، فاحتضنها بعضديه لئلا تسقط راية رسول الله صلى الله عليه وسلم فينهزم المسلمون، فلم يزل رافعا لها حتى ضربه رومي ضربة قطعته نصفين. روى البخاري عن نافع عن عمر رضي الله عنه: فالتمسنا جعفرا فوجدناه في القتلى، ووجدنا في جسده 90 طعة ورمية، وكانت كلها فيما أقبل من جسده، وتلك شجاعة فذة وبطولة نادرة وإقدام لا يتكرر إلا قليلا. ثم تقدم الأمير الثالث عبد الله بن رواحة فاستلم الراية، ثم نزل للقتال وأخذ سيفه وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. ومات الأمراء الثلاثة، استشهدوا جميعا، وارتبك الناس واختلطوا، فتقدم ثابت بن أرقم العجلاني وأخذ الراية وقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت؟ قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد رضي الله عنه، ولم يمض على إسلامه 5 أشهر بعد، فقد أسلم بعد الحديبية، ولكنها الرجولة التي قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. استلم القيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، فنظم الجيش إلى ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة، وهجم على الروم. فلما رأوا هذا المشهد في الجيش المسلم قذف الله في قلوبهم الرعب، وقالوا: قد جاء للمسلمين مدد من المدينة. فاستطاع خالد رضي الله عنه بهذه الخطة الحربية أن يخلص الجيش المسلم من عدوه، وأن يحقق النصر المعنوي العظيم للقلة المسلمة. وانتهت المعركة، وعاد المسلمون ينعمون بنصر الله
ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعاد الجيش إلى المدينة واستقبله الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم يحيونه على هذا الفتح العظيم ضد أكبر قوة عرفها العالم آنذاك. سنة الله تعالى ماضية في المؤمنين بالابتلاء وفي الكفار والمنافقين بالإهلاك، كما دل ذلك سير الرسل مع المكذبين. فمن ثبت على إيمانه وأيقن بوعد ربه سبحانه كان له النصر في الدنيا والفوز الأكبر في الآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله تعالى فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. أحبابي الكرام، ومنذ بوحي الله هي إذا كفانته إذا كديته إذا كديشديس أما جعيلكيس أي شرف كذلك. المسلمين إلى سبحانه وتعالى وأصعد إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه نبي كديشديس أي شرفته كرامة أي تهي سرين أي تهي راعي سنة قول له صلى الله عليه وسلم عليه. خبر الحوصة بسنين maalmo ama goob ka mid ah goobihii nabigeena sallallahu alayhi wasallam nabigeena sallallahu alayhi wasallam soo koobay ayaa heshiiskii Hudaybiya ee ula galay Quraysh ee ahayd 10 sano inaan isdagaalin. muddadaas wuxuu kaga faa'iideystay dacwada, maadaama saxaabada ridwaanullahi calayhim ay dareemeen amni wax dagaal uusan kaga imaanay dhankii Quraysh oo cadaawada inay kala dhaxaysay. xilligaasi muddadaas waxay kaga faa'iideysteen in ay dacwada faafiyaan. waxay u bixi jireen magaalooyinka iyo tuulooyinka meelaha dadku isaga yimaadaan ama isugu yimaadaan. nabigu dhan kale sallallahu alayhi wasallam wuxuu kaga faa'iideystay inuu xiriiryo la sameeyo madaxdii ka agdhoweyd jasiiratul carab deeganeed, koonfurteeda iyo barigeeda, waqooyigeeda iyo galbeedkeeda. rag ka mid ah saxaabadiisu xushay ayuu wuxuu u diray rag madax ah waraaqo nabigeena ka socda sallallahu alayhi wasallam inay u gudbiyaan. waxaa ka mid ahaa saxaabi uu nabigu u diray salawaatullahi wasalaamu calayhi dhankaas iyo shaam uu markaas ka talinayay Hiriqle oo ahaa boqorkii Ruum ee meesha joogay. nabigu sallallahu alayhi wasallam qadii ku dhiibay Xaarith bin Umayr al-Azdi saxaabiga ilaahay uu dhiibay. jidka markuu sii marayay ayaa barasaarkii dhanka waqooyi intuu Hiriq la gaarin oo nin carab ah laakiin kiristiyaan ah aan muslim ahayn ayaa qabtay, kadibna wuu dilay. warkii baa nabiga gaaray sallallahu alayhi wasallam aad buu nabigu ugu marwooday, maxaa yeelay rasuushii uu diray kii keliya oo la dilay ayuu Xaarith ahaa. nabigu calayhi salaatu wasalaam ciidan buu diyaariyey 3,000 ah si u dhaqaaqaan ugu soo aaraan Xaarith oo dulmi lagu dilay. nabigu sallallahu alayhi wasallam raayo ama calan buu taagay, sidaasay dhahay caadadiisu. ciidan markuu diraya calan buu diyaarin jiray. wuxuu kaloo magacaabi jiray qiyaadada iyo madaxda iyo taliyayaasha iyo hogaamiyaasha ciidankaas hogaaminaya. زيد بن حارث بن أبا أمين زيد هدي وشهيد وحى جعفر هدي وشهيد وحى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم مركي أي بحيين ووضع قارن قردار الآب يا آب أقيم بدن قردار تاريخ لقوي
dardaaranku tusinaysa diinta islaamka qiimaheeda iyo meesha taagan nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam markaad horta duulaysaan magaca Ilaahay ku duula oo ku dagaalama dhagar ha gelina waxa khiyaamina dad ballan la gashay ballantii ha uga bixina ilma dhashay oo caruur ah ha dilina dumar ha dilina nin weyn ha dilina nin dadka ka dhex baxay oo meel ku cibaadaysanaya ha dilina geedaha ha jarina meel dhisan ha duminina waa akhlaaqda islaamka dagaal islaamku akhlaaqiyaad buu leeyahay nabaddu markay joogtana akhlaaq buu leeyahay dagaalka markay tahayna akhlaaq buu leeyahay waa diin ka timi rabbi agtiisa jalla jalaaluhu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam اغزوا بسم الله في سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعه ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء ذاتك أن دقالك كجرين بالمجيتين ذاتك اللو يقانو نبي يقول هدرينينا وقول دقال بوصع الله صلى الله عليه وسلم عليه عيدن كودريو نعوكم بالله اغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله دقال وهي حالة حرب حالة سلمية معه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم برا يا صحابة ليسا أخلاقيات دقال قولي هدمينو يمين لسان ولا تهدموا بناء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم جيدها جارنا بيأذبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولي إلا دبيو يجير إلا شراي دقالكم ما وجدت له أضي إلا الدلنا دقالكم ما جيرو دمر إلا الدلنا دقالكم ما جيرو عرب إلا الدلنا دقالكم ما جيرو أخلاقيات إسلامكم تاسوي أخلاق إسلامكم معها هوسبيتال الله إلا دقائل معها مدارس إلا دقائل معها دتكم يشي نفطر بلين أو عررين إلا دقائل معها بنية تحتية واحدة إلا دقائل إسلام المسجد أخلاق ذا التاسوي المسلمين التاسوي ذاتك كسوه دي المسلمين أخلاق وذا أعتين غزة يا فلسطين ذاتك ميلا الكفة كلام بلا أي كنائستي ولا دغي مساجدي ولا دغي اسبتالي ولا دغي ذاتك ماشي عربي مقدم ولا دغي عروتي ولا لا دمكي ولا لا مضياشي ولا لا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخلاقنا برتهم لا تغلوا لا تغدروا لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعه ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء نصلنا لسنا سواء وحيك إيمان إنسان وصيات كان يدردان كان حقين من عند رب العالمين والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى النبي صلى الله عليه وسلم حلوتي لي أدبني ربي فأحسن تأديبي ربي جبال يأديي بحونا حقاجي ربي سبحانه وتعالى إعبتي سيداد العادل الإسلام هو كان اتفاقيات جنيف يكوى كان حقوق الإنسان حقوق الأطفال حقوق الصحابة كهروي انت صوت الأسر كهروي نقول النبي صلى الله عليه وسلم ودجين اليوم أخلاقيات كالدقاء قرآن ما شيء زمان خوفك أسرار إمحابيستا إسحان الله وصمي حتى على قرقري حقوق ذا الأسرى حبيست حقوق إليهم إيه نبي الله إله ما شيء جل جلاله القرآن بين سبحانه وتعالى وشيء أصير كيه قفك تهات الدرني قفك مسكين كعب إنجرب يصير يستمع الدنيا إله سبحانه وتعالى أن بين دين تنوع عليه
kuwa diintooda ku dhameeya subxaana wa tacaala naga dhigo dhibaatada muslimiinta meel kastay joogaan ilahi subxana wa taala ha ka saaro inta xanuunsan ilahi subxana wa taala ha caafimaadiyo inta dhibaataysan ilahi subxana wa taala dhibaatada ha ka qaado inta nala joogta ee xanuunsan ilaahi subxaana wa tacaala caafimaadtaana ha siiyo inta naga maqanay guryaha isbitaallada jooga ilaahi subxaana wa tacaala noo soo celiyo hana caafimaadiyo dad baa kurbaysan kurbada ilaahi subxaana wa tacaala ha ka faydo dad baa xanuunsan ilaahi subxaana wa tacaala ha caafimaadiyo dad baa dhintay ilaahi subxaana wa tacaala u naxariisto dad baa dhibaato haysataa iyo dhibaatada ilaahi subxaana wa tacaala ha ka qaado mustadcafiinta meel kastay joogaan ilaahi subxaana wa tacaala garabkooda ha istaago hooya dhibaataysan sida la ii sheegay oo ilmaheedii lagu haystaa rabbi subxaana wa tacaala ha kuhayo ilmahaasna ha xifdiyo gacanteedana rabbi subxaana wa tacaala ku hayo ilaahi subxaana wa tacaala aan u noqono rabbina subxaana wa tacaala aan u toobadkeenno alaa wasaluu cibaad allah calaa khayri saadiqiin wa imaami lxunafaa'i lmuflisiin kama amarakum bidalika rabb alcaalamiin biqowlihi ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasallimuu tasliima اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد أزكى البرية أجمعين وخليل رب العالمين وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم انصر المسلمين المضطهدين في دينهم في كل مكان اللهم كن لهم عونا وظهيرا وهيئ لهم من لدنك وليا ونصيرا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.